افتح، أنا الكلب جايب لك أوردر. ما تستغربش، فعلاً روبوتات على شكل كلاب بدأ استخدامها بالفعل مكان الدليفري وعمال التوصيل. فين؟ في مدينة أستن الأمريكية. ده اللي بدأته شركة فيو الأمريكية بالشراكة مع شركة ريفر السويسرية الناشئة، وعشان كده الكلب الروبوت اسمه ريفر. الروبوت متطور، بيمشي على 4 عجلات وبيقدر يطلع السلالم، ومهمته توصيل الطرود والطلبات لحد باب البيت. التجربة بدأت بروبوت واحد بيشتغل 6 ساعات يومياً، وبعد أسبوعين من المراقبة هيتم تقييم التجربة عشان يتم التوسع فيها. ريفر بتخطط لتوسيع أسطولها من روبوتات الكلاب ل100 بحلول السنة الجاية، وآلاف الروبوتات بحلول 2027. وعلى فكرة، ريفر جمعت أكثر من $25 مليون في جولات تمويل، وبيدعمها جيف بيزوس مؤسس أمازون، وتقييمها وصل حالياً ل$100 مليون. صحيح، نسيت أقولك إن الصوت اللي قالك أنا جايب لك أوردر ما كانش لا سواق دليفري ولا روبوت فعلي، ده كان أداء تمثيلي كامل من بطل خفي ورا المايك، الذكاء الاصطناعي.